قدمت على 1247 وظيفه على موقع ابورك، والفيديو ده هو خلاصه اقوى بروبوزلز انا كتبتها، اللي هو عرض العمل اللي ببعته للعميل، وقدرت اطلع بيهم باسطمبه متكرره دايما، وجبت بيهم الحمد لله احسن وظائف على الموقع، اللي قدرت بيهم اشتغل 2097 ساعه على موقع ابورك، وده في مجال اداره قنوات اليوتيوب، لحد ما الحمد لله بقيت المركز الاول في مصر والثالث في الوطن العربي في المهاره دي على الموقع. والاستراتيجيه اللي احطها لك في الكتابه هنا الحمد لله قدرت في اخر 6 شهور اني اجيب بيها وظيفه من كل 3 وظائف بقدم عليها، بعد ما كانت وظيفه من كل 15 واحده في بداياتي على الموقع. فتلاقيني الاول هديك نصايح عامه اجباري تركز فيها، وبعد كده هنقسم البروبوزال بتاعك اللي هو عرض العمل اللي تكتبه للعميل، وهنقسمه فقرات معينه، هقول لك في كل فقره هتكتب فيها ايه بالظبط، طبعا بطريقتك انت، وده اللي انا بعتبرها الحمد لله التقسيمه الذهبيه اللي نجحت معايا جدا، ووصلت لها بعد 1247 بروبوزال انا كتبته. وده لاني لما كنت اتقبل في وظيفه بروح اخد البروبوزال اللي انا كتبته واتقبلت بيه في الوظيفه ديت واحتفظ بيه، عشان ارجع تاني بعدها بفتره وادرسه تاني واشوف ليه قدرت اقنع العميل بيه في البروبوزال دوت، واطوره اكتر في المره الجايه لما اقدم، لحد ما الحمد لله وصلنا للمرحله النهائيه اللي هشرحها لك في الفيديو ده. وفي الاخر هيبقى في امثله حقيقيه للبروبوزالز انا بعتها لوظائف منافس عليها اكتر من 50 واحد، والعميل الحمد لله اختارني. هاخد لك سكرين شوت من الوظيفه ديت مع عرض العمل بتاعي، وهنحللهم سوا ليه العميل اختارني فيهم واشتغل معاه، وازاي كنت مقيم العميل قبل ما هو اللي يقيمني، فاقدر ادخل دخلته اللي تعجبه هو. ده غير كمان مثال لوظيفه انا نزلتها من اكونت الشخصي، انا معايا اكونت عميل على موقع ابورك بالفعل، وطلبت عشرات الخدمات عليه، وقدم فيها مئات الاصدقاء من الفريلانسرز المختلفين، فهشوف انا كنت بقبلهم كمان ازاي لما تقمصت دور العميل. فازاي ده بقى كان بيحصل؟ ده اللي هنكتشفه مع بعض يا صديقي في فيديو للاسف هيبقى طويل شويه، بس نستعين بالله ان يكون في افاده حقيقيه وربنا تقبلها منك. ولو انت حد قاطع شوط على موقع ابورك فاقول لك انزل تحت وعدي المقدمه الجايه اللي هتبقى فيها اساسيات مهمه جدا 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 هيتبني عليها الفيديو كله. بس لو انت مش مهتم بالاساسيات ديت فانزل تحت هتلاقيني معلم على جزء البدايه الحقيقيه في الكتابه بجد، ولو عندك وقت فتابع من الاول، ولو مش محترف قوي على ابورك فاقول لك اوعى تعدي البدايه دي لانها مهمه جدا. واستاذنك انك وانت بتتابع هتلاقي زرار جميل لايك كده، لما تدوس عليه على اليوتيوب بيعرف انه فيديو عجبك فيرشحه لناس اكتر تستفيد بيه باذن الله، فابقى ممتن جدا لده. وهفكرك ان الفيديو دوت هو فيديو مكمل لفيديو تقيل جدا عملناه لشرح ابورك عموما، وحطيت فيه خبره 8 سنين كامله، وهتلاقيه في الديسكربشن من تحت، تقدر تشوفه الاول وترجع هنا تكمل بعدين، او تكمل ده دلوقتي وتتفرج عليه هو بعدين. ونبدا على بركه الله. خليني ابدا بتصريح مهم جدا في البدايه. الناس اللي بتقدم معاك على نفس الوظيفه بديهيا هم بيعرفوا يعملوا اللي العميل طلبه، والا هيقدموا ليه مثلا؟ يعني رايحين يضيعوا فلوس ووقت؟ ولا انت ناسي ان الكونكتس اللي هم بيقدموا بيها على ابورك على الوظيفه بيشتروها بفلوس زيهم زيك وبفلوس كتيره كمان؟ فلو انت رايح تقدم عشان تقول للعميل والله يا صاحبي انا هعمل لك الشغلانه دي بدرجه امتياز و10 نجوم، مش هتلاقي حد زيي يعملها، ويلا بني دلوقتي نشتغل سوا واوعدك انك مش هتندم وبس، فمع احترامي ليك انت بتهزر. ما انا هتلاقيني بقدم معاك على نفس الوظيفه وانا بعرف اشتغلها، وهتلاقي محمد ابن خالتك بيقدم هو كمان وهو عارف يشتغلها، والواد كبير اللي في الهند بيقدم هو والحاره الهنديه كلها وهم كمان بيعرفوا يشتغلوها. فلو انت براهن على دوت فقط ما تضيعش وقتك وما تضيعش فلوسك وما تقدمش من البدايه. انما بقى لو بتفكر ازاي توصل للعميل انك انسب حد فاهم الشغلانه اللي هو منزلها وتقدر تعملها بدون ما تتقال له بطريقه مباشره، بحيث ان هو اللي مجرد ما يقرا كلامك يقول لنفسه ده حد انا بفكر فيه فعلا، هشوف لو لقيت حد انسب منه ولا هرجع اكلمه هو. فده اللي احنا عاوزينه في الفيديو ده. وخلينا نرجع للبدايه خالص ونحط 6 اساسيات هنبني عليهم الفيديو ده قبل ما ندخل في الجانب العملي للكتابه بالظبط. ولو انت من الناس اللي تاني قطع شوط بالفعل اعتقد تبقى عارف الاساسيات ديت، فممكن تنزل تحت وتنط الاختصارات ديت، وهتلاقيني مقسم الفيديو لشابترز تاني تسهيلا لده. اول حاجه وهي اهم حاجه، البروبوزال بتاعك اللي تبعته للعميل مش بيظهر منه الا اول سطرين فقط، تحديدا اول 250 حرف بس، وعشان باقي كلامك يظهر لازم العميل بنفسه اللي يقرر انه يضغط على البروبوزال بتاعك ويختار انه يكمل قرايه ليه كامله، والحركه دي مش هيعملها الا العميل اللي هيتشد الاول سطرين من كلام، غير كده هيروح ويشوف حد غيرك. ما في غيرك كتير يا ريس، انت ناسي انهم كلهم بيعرفوا يعملوا اللي انت تعمله، وانت واحد ضيعت اول سطرين في تعريفك عن نفسك وانك جامد تنين وتعرف تعمل اللي هو عاوزه على اساس ان زمايلك التانيين المقدمين جايين يقولوا نكت مثلا، ما هم كمان بيشتغلوا. فاحنا هنشوف على مدار الفيديو ازاي كنا بنهتم باول 250 حرف عشان نشد العميل لينا، لانهم اهم حاجه على الاطلاق، وازاي بنخليهم بيرسونال للعميل نفسه، بحيث انه مش بس بنقول له احنا فاهمين انت عاوز حد يعمل لك ايه، لا ده احنا كمان فاهمين انت عاوز تعمل الشغلانه دي اصلا ليه. ودي نقله فكريه تماما ليها مفعول السحر لو وصلتها للعميل، وهي كانت سبب قوي جدا في طريقه اقناعي للعملاء الفتره الاخيره، وقليل جدا اللي بيعمل ده. احنا بنوصل للعميل احنا عارفين انت عايز تعمل الشغلانه ديت ليه، وايه النتائج اللي انت عاوز توصلها في الاخر، واحنا باذن الله هنوصلك ليها. تاني حاجه هنخليها معانا على جنب، ابورك لما العميل بينزل
استوديو محترم جدا عندنا ما شاء الله، يعني جايبك في مكان مثالي. معلش يا عبد الغني، يعني انت كده كده اصلا شايف ان الويفز فاصله ما فيش حاجه، فما تقعدش تنطط علينا يا عم. يعني يعني انت تروح هتنط من هنا هتقط، هو الراجل طالع عينه، فمش عايزين استنصاح. احنا بنتكلم دلوقتي بقى عشان نرازيك في الويفز. فمش ففي ويفز بقى فما تقطعش. طب حاجه ثانيه، مش هكمل تسجيل يا عم، ارجع بقى قطع الحته دي. طيب الحاجه الثانيه وهنخليها معانا على جنب، اب وورك لما العميل بينزل وظيفه مش بتبين لك اسمه ايه، هي بتبين لك هو منين وصارف كام وتقييمه ايه، بس اسمه مش بيظهر، وهو نفسه عارف ده. فلو لقى حد بيكلمه باسمه في البدايه هيعرف انه بحث عليه. طيب بحث عليه فين بقى؟ لو العميل ده منزل وظائف كتير قبل كده هتلاقي ان اب وورك زي ما العميل بيسيب لك تقييم، انت كمان ممكن تسيب له تقييم بعد ما الوظيفه تخلصوها. وكتير من الناس اللي بتسيب تقييم للعميل بيكتبوا اسمه ايه في البدايه، هم بالفعل اشتغلوا معاه فعارفين اسمه، فحاول تلقط منهم اسمه ايه وخليه معاك لو هنبدا البروبوزال بتاعنا باسمه. انا مش كل الاوقات بعمل دوت، احيانا بدخل في صلب البروبوزال على طول، واوقات برحب باسمه، بس خليها نقطه قوه معانا لانه قليل جدا اللي بيستخدمها، واحنا عاوزين في الفيديو دوت نطلع بكل حاجه ممكنه تميزنا عن غيرنا احنا. القاعده الثالثه اللي هتبقى معانا على مدار الفيديو ده، عشان خاطري انسى خالص حكايه الكوبي بيست للبروبوزال بتاعك، خصوصا في اول كام سطر، وما تخليش الاي اي هو اللي يكتب لك البروبوزال عشان هتتقفش ومحدش هيهتم، والعملاء صدقني هيلقطوها في اول جمله تكتبها اصلا، وهتبقى صرفت فلوس على الفاضي. وصدقني مش هيقبلك الا العميل اللي خلاص مش لاقي حد غيرك فقبلك وخلاص، وده الحقيقه صعب جدا لان المنافسه بقت شرسه الفتره دي. فلو مستني العميل يقبلك عشان مش لاقي غيرك فانسى ده، واقفل الموقع وما تكملش، عشان للاسف الفريلانس مش مجالك. عذرا صديق على الدخله ديت، بس ربنا يعلم انا بيصعب عليا انك ترمي جهدك وفلوسك على الارض بدون ما تبقى عملت اللي عليك واخدت بالاسباب. القاعده الرابعه لينا، اوعى تقدم على اي وظيفه العميل كاتب عنها سطرين وبس. لو لقيت الوظيفه العميل مش كاتب عنها تفاصيل على الاقل تخليك تقدر تمسكها وتقعد تفصصها شويه، ما تقدمش نهائي. ولو هتقدم هي على مسؤوليتك انت ورؤيتك الفنيه للوظيفه براحتك، بس مش هينطبق عليها اي حاجه من اللي هنشرحها في الفيديو ده. فانا بلغتك في البدايه، وانا عمري ما بقدم على وظيفه العميل كتب عنها سطرين بس، لانك هتكتشف خلال الفيديو ده ان دي اهم حاجه هنحتاجها تكون موجوده، وهفكرك لما نوصل لها في الشرح. لو انت بقى اصلا حد محترف وقديم في المجال، المعلومه الخامسه وهي من الاساسيات معانا في الفيديو ده هو انك تركز في المعلومه دي. ايفان فيشر، وده فريلانسر تقيل كسب اكتر من 2 مليون دولار على اب وورك، ومن احسن الناس اللي شرحت المجال ده، وهو قال انه قرأ بحث عن اهميه حاجه اسمها البي اس، اختصار بوست سكريبت، اللي هي ملحوظه بتتحط في اخر الكلام في الرسائل او البروبوزال بتاعك. قال ان البحث ده كان فيه احصائيه ان معظم الناس بتحب تقرا اول سطر او 2 في اي رساله طويله، ولو لقوا البي اس ديت فبتشدهم جدا وبيقروها هي. هو كان بيستغل النقطه دي انه يخلي اقوى حاجه عنده ويحطها في البي اس بعد الهوك اللي في البدايه خالص، وانا حاليا بستخدمها بشكل كبير جدا، مش دايما الحقيقه بس اوقات كتير بستخدمها. القاعده السادسه والاخيره وهي اقتباس من نفس ايفان فيشر، وقال خليك مرحب جدا انك تسمع نو، او في الحاله بتاعتنا انك ما تتقبلش. دي جزء من قواعد اللعبه صديقي، ولعل الوظيفه اللي انت ما اتقبلتش فيها حاليا كانت من نصيب حد محتاجها اكتر منك، فاحتسب تعبك وجهدك لله، ولعل ربنا شايل لك الخير في حاجه ثانيه، فانت هتكمل تاخد بالاسباب باذن الله ونجاحك ان شاء الله يكون موجود. طبعا هو ايفان قال لحد نو بس انا ارتجلت الباقي، بس ده حقيقي جدا على فكره، وحاول تخليه معاك. نبدا بقى البدايه الحقيقيه لينا في الفيديو ده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنشوف ازاي نستغل كل حاجه ممكنه على اب وورك عشان تقدم بروبوزال صح. وانا معتمد في الفيديو ده انك دارس العميل كويس، فانت عارف الوظيفه اللي بتقدم عليها بالفعل، وعارف انك ما تقدمش لو العميل الهاير ريت بتاعه قليل جدا، وازاي تتوقع سعره اللي ممكن يوافق عليه، فتبقى عارف اخرك فين. وكل الحاجات دي احنا شرحناها في الفيديو الاساسي اللي هتلاقيه في الديسكربشن تحت، عشان ما تبقاش بتتعب على الفاضي مع عميل اصلا مش ناوي يقبل حد. فكر ان الغلط فيك انت، مع ان الغلط في العميل نفسه، وانت اللي ما عملتش سيرش من البدايه على ده. بس هنا في الفيديو ده احنا بالفعل مخلصين كل الدراسه ديت ودوسنا على ابلاين. اول واهم حاجه، وانا بعتبرها جزء من كتابه البروبوزال لانها بتظهر فوق البروبوزال نفسه، السبيشالايزد بروفايل. اب وورك بتقول لك انك ممكن تستخدم 2 بروفايل مختلف ليه، كل واحد فيهم ليه المسمى الوظيفي الخاص بيه ومعرض اعماله. مهم جدا لانك ما ينفعش تكون بتقدم على وظيفه جرافيك ديزاينر وانت التايتل بتاعك مكتوب فيه انك سوشيال ميديا ماركتير. خليني الاول اخد لك سكرين شوت من حد من الفريلانسرز اللي قدموا على وظيفه انا كنت منزلها عشان نشوف انت بتظهر ازاي لما بتقدم، عشان هنشرح عليها ده. اول حاجه هنا صورتك الجميله اللي يا ريت تكون واضحه عشان اعرف اشوفك كعميل فاطمنك، لان دي بتدي انطباع ثقه كبيره للعميل لو الصوره واضحه. وبعد كده هيقول لي انت منين، وصدقني مش تفرق البلد اللي انت منها نهائي في عالم الفريلانس العظيم، ممكن تفرق العميل هو اللي منين، انما الفريلانسر عادي. بعد كده هنا التايتل، المسمى الوظيفي بتاعك. بص اول حاجه منوره، والغريبه ان الاثنين دول مقدمين لنفس الوظيفه عندي، طالب فيها حد يساعدني في تصميم فيديوهات معينه. الاول مقدم بتايتل مكتوب عليه انه
انه جرافيك ديزاينر ومصمم لوجوهات، والتاني مقدم تايتل مكتوب فيه انه فيديو اديتور. فتفتكر انا هبص على الاولاني؟ اعتقد ان الاجابه وصلت. وعلى فكره ده واحد قدم ودفع كونكتس عشان يقدم على الوظيفه بتاعتي واترمت في الارض الفلوس بتاعته، وما زالت دي غلطه بيعملها كتير من الاصدقاء حتى الان. طبعا انت تقدر تغير ايه اللي بيظهر في التايتل بتاعك لما تروح البروفايل عندك وتظبطه، وتاني دي شرحناها في الفيديو الاولاني. بعد كده هنا هنبص على الكفر ليتر، وده البروبوزال اللي احنا هنكتبه سوا. لما تبص هنا هتلاقي ان الكلام مقصوص كده في النص ومش كامل، ولازم عشان اشوف هو كاتب ايه اختار انا بنفسي كعميل اني افتح البروبوزال واشوفه كامل عامل ازاي. ده كده من وجهه نظر العميل. نرجع تاني بقى ليك انت لما اتاكدت انك مختار التايتل المناسب للوظيفه اللي بتقدم عليها. فلو انت عندك اكتر من بروفايل على اب ورك باكتر من تايتل مختلف، اختار الانسب للوظيفه اللي بتقدم عليها. وهننزل بقى للجزء الاساسي اللي هنركز عليه في الفيديو ده، الكفر ليتر او البروبوزال بتاعك. اول نصيحه حقيقيه في كتابه البروبوزال بتاعك انك تركز لي على عدد الحروف اللي ناقصالك هنا في كتابه البروبوزال. اهم حاجه ممكن يتخلي العميل يفكر في انه يشتغل معاك يا ما يفتحش العرض بتاعك اصلا. فاكر لما قلت لك انك معاك 250 حرف تكتبهم فيظهروا للعميل في العرض بتاعك؟ اهو اب ورك بقى بتقول لك اول ما تيجي تكتب انك معاك حد اقصى 5000 حرف في البروبوزال كله، وكل ما تستخدم حرف منهم العدد بيقل. فبالتالي لو طرحنا ال 250 من ال 5000 فعاوزك تفتكر جدا الرقم ده 4750. اول ما توصل هنا وتلاقي فاضل لك 4750 حرف بس، اقف ما تكتبش ولا حرف زياده، واستنى وبص كده على اللي انت كاتبه، واسال نفسك سؤال مهم جدا. لو العميل فقط متاح له انه يشوف ال 250 حرف دول، وده بالفعل اللي هو شافه في البدايه، هل اللي انت كاتبه كافي انك تقنعه بيك وتشده وتخليه يفكر يشتغل معاك انت ويفتح باقي البروبوزال ويقراه؟ لو كانت الاجابه ممكن لا، والله مش عارف، ما افتكرش، فارجع امسح كل اللي انت كتبته واكتبه من الاول بطريقه تخلي الاجابه فقط ان شاء الله هي. وركز تاني قبل ما تحكم على اجابتك، كل الناس مقدمه بتعرف تشتغل، احنا مش بنحكم حاليا على قوه شغلك، احنا بنحكم على قوه اقناعك. فخلي في عقلك ان كله بيعرف يعمل الوظيفه اللي مقدم عليها. فلو قريت كلامك ولقيت نفسك كاتب انك بتعرف تشتغل ومهاراتك كذا وعملت كذا، فده مش مقنع نهائي للعميل في اول 250 حرف. ممكن يكون مقنع ليك انت لانك بالنسبه لك انت الوحيد اللي مقدم، ما تعرفش غيرك كاتب ايه، بس من ناحيه العميل هو هيشوف المعظم اصلا قايل كده. فازاي بقى نكتب ال 250 حرف دول بطريقه تشد بجد؟ لان دول اكتر حاجه اصلا فرقت. معظم البروبوزالز اللي انا اتقابلت فيها الحمد لله كنت بوصل للعميل في اول 250 حرف بطريقه مش مباشره اني عملت سيرش على الوظيفه بتاعته، عجبني فيها كذا، ولما دورت اكتر على كذا لقيت كذا، وعندي اقتراح كذا. كل الكذاهات دي في اول 250 حرف، ودي حرفيا هي الجزء السحري ليا اللي لما ببعته العميل بيشوف البروبوزال بتاعي دايما الحمد لله. وفي اخر 100 بروبوزال انا بعتهم اترد عليا في اكتر من نصهم، سواء ما اشتغلت ولا لا، بس العميل رد عليا مجرد ما شاف البروبوزال الحمد لله، ومعظمهم فتحوا وقرأوا. وحاليا اب ورك بتقول لك اذا كان العميل فتح البروبوزال بتاعك ولا لا، بس انا بقول ان اكتر من نصهم الحمد لله رجع بعت لي رساله عشان يكلمني. مثال لوظيفه حقيقيه اتطلبت على اب ورك وكان مقدم عليها فوق ال 50 واحد، والحمد لله انا اللي اتقبلت فيه. عميل كان منزل قناه على اليوتيوب اللي عاوز حد يمسكها له ويشوف ازاي يقدر يطور من محتواه التعليمي التنافسي، خصوصا ان متابعينه معظمهم على الانستا، بس محتاج حد يبدا يركز على اليوتيوب، وباقي تفاصيل تانية كتير. كان بدايتي في البروبوزال اني نزلت تحت لقيت وظيفه كان طالبها قبل كده، وحد من الفريلانسرز اللي هو اشتغل معاهم كتب ان اسم العميل دوت ماي، فوقتها بدات البروبوزال بتاعي بهاي ماي. دي كده اول حاجه، انا هو عرفت اسمك فانا عملت سيرش. بعدها كنت عاوز اوصل له كل الخمس كذاهات اللي فوق دي، فقلت له بعدها I have watched some videos on your channel. You have a great personality with a sense of humor. هنا كوني مدحت فيه وقلت له انك مرح في فيديوهاتك، انا بوصل له اني بالفعل اتفرجت عليهم. فدي كانت اول حاجتين فيهم، انا عملت سيرش وعجبني كذا. بعدين كملت له وقلت له I like that and when I searched for some related competitors to you like Dr. Gabriel. هنا بقول له اني عارف ان المنافسين ليك في مواضيعك اللي بتعملها هو حد زي الدكتور ده، فكوني رشحت حد يبقى انا بحثت اكتر عشان اجيب نتائج اكتر احسن ليك. فدي كانت ثالث حاجه اللي هي لما دورت اكتر على كذا. كملت وقلت I found he uses great hooks to get more time retention. هنا انا حاولت اوصل له اني لقيت اضافه من المنافسين بتوعنا ونقدر نستغلها ونطورها لصالحنا، ودي رابع حاجه فيهم لقيت كذا. وبعدين قلت that will be our main brainstorming channel. دي كانت جمله ختاميه في المقدمه عشان اعرفه ان الموضوع لسه فيه اكتر هنعمله، وده لما نكمل سوا وهنركز على ده سوا. كده كانت خامس حاجه اللي هي عندي اقتراح كذا. بس الحقيقه بعد ما خلصت كنت لقيت نفسي عديت ال 250 حرف وداخل على الحرف ال 300، فشلت لحد اول 250 اللي هو لحد ما تبقى 4750، ولقيت اني فقط شلت اخر جمله. ولما عدت القرايه تاني وقيمتها لقيت انه
تمام جدا مفيش اي مشكله، انا فعلا قدرت اوصل كل الكذا اللي فوق ده، فبقى عندي قناعه داخليه انه باذن الله العميل هيختار انه يقرا البروبوزال بتاعي خلاص، وهبقى من ضمن الناس اللي هيفكر فيها واللي هيحسم ده باقي البروبوزال اللي انا هكتبها. فكده يلا نبص، كل الكذاهات بتاعتنا الحمد لله متنفذه، نبدا الخطوه اللي بعدها. طب انا يا سباعي بقى مجالي مختلف عنك، انت واحد قدرت تعمل سيرش معين عن قناته لان العميل كان حاطط لينك للقناه وانت بتتكلم في ماركتنج، فجات لك فرصه بحث حلوه تشد بيها. انا واحد اصمم لوجو او هعمل برنامج يا عم، والعميل مش قايل اي تفاصيل عنه ولا اي حاجه ومش لاقي دخله خالص ليه. ها فاكر يا صاحبي القاعده الرابعه اللي قلت لك هفكرك بيها؟ العميل مش كاتب تفاصيل عن وظيفته، ما تقدمش. لو انت هتقدم فانا فعلا مش هعرف اساعدك، واحنا هنا ما نقصدش يكون كاتب تفاصيل كبيره جدا، لا يكفي فقط يكون كاتب تفاصيل تقدر انك تغطي فيها الخمس كذاهات دولت مهما كان ايه مجالك. صدقني هتلاقي ماسكه لدول. عميل عايزك تعمل له ديزاين لصفحته على الفيس ومش قايل اسم الصفحه ايه، بس قال انها تبقى ليها علاقه بالبرمجه، فممكن، وهنا انا برتجل ومش هقول احسن حاجه لان ده مش مجالي، واللي مجاله التصميم هيبقى لمه احسن بطريقه اقناع احسن مني، فقط احنا بنفكر سوا عشان نفتح دماغ بعض. السيرش عباره عن 3 حاجات، يا اما العميل يحط لينك دايركت فتشوفه، او اسم البيزنس بتاعه فانت تدور عليه وتقول له لما شفت كذا اللي هو اسم البيزنس بتاعك لقيت كذا وتكمل. طيب لو هو مش كاتب دوت في الجوب بتاعته، هندور هل العميل ده كان منزل وظايف سابقه قبل كده، وده عن طريق انك هتنزل تحت وتشوف الوظايف اللي خلصت والعميل قيم فيها الفريلانسرز بالفعل، او عن طريق الكلاينتس ريسنت هيستوري، ودي بتبقى وظايف هو شغال عليها حاليا، يعني في حد مكمل فيها، وتشوف لقيت وظيفه شكلها مرتبطه باللي انت بتقدم عليها افتحها، ممكن يكون في واحده منهم هو سايب اسم البيزنس بتاعه عموما، او انت تستشفه هو بيتكلم عن مجال ايه. لقيت في الاخر ده كله صعب، فخلاص يا صديقي هقول لك انت حاولت لحد هنا، وقتها هتقول له انك بحثت عن حاجه في المطلق تبعه، او انك تعرف حاجه قريبه جدا ليه. فممكن تقول له بعد اهلا يا فلان وتجيب اسمه لو لقيته، تبدا وتقول ان التصاميم اللي ليها علاقه بالبرمجه غالبا الناس بيعجبها فيها الستايل الفلاني، حتى انا لما دورت على صفحه كذا وهي صفحه رائده في المجال ده عجبني عندهم كذا، وتقول حاجه معينه في التصميم ده وشايف اننا ممكن نستغل ده في تصميمك الفلاني. وبعديها ترجع كده وتبص، انت عديت ال 250 حرف؟ لا زي الفل يا باشا، انت في الامان. عديتهم ارجع واقف عند 250 حرف، قيم نفسك. بعد ما قيمت نفسك لقيت نفسك الحمد لله الاجابه هيكمل يقرا باقي البروبوزال، فيلا نبدا على بركه الله ونكمل الباقي بقى. احنا فقط يهمنا تبقى متاكد انك غطيت ال5 نقط دي، وهي مش قاعده ثابته طبعا، انت حبيت تشقلبها شقلبها يا باشا براحتك، بس انا بقول لك بالنسبه لي ده الفريم الناجح معايا انا على مدار اخر سنه كامله، وبغيره اكيد، وطبيعه الحال ولا واحد فيهم شبه التاني لان كل واحد ليه سيرشه، بس غالبا بلعب في حاجات حواليهم بتتشابه بطريقه ما، وما دام لقيت الطريقه ناجحه ليه اغير كده. الحمد لله احنا خلصنا اصعب مرحله فعلا، وهي ال 250 حرف الاولاني واللي بنسميهم الهوك بتاع البروبوزال بتاعك، وندخل بقى في مرحله اقناع العميل اللي حقيقيه بينا اول ما نفتح بقى البروبوزال. محتاجين في اللحظه دي ناخده من نقطه اننا مش بس عارفين انت عاوز ايه للوظيفه، لا ده احنا عارفين انت عاوز تعمل الشغلانه بتاعتك ديت ليه. مثال يا صديقي عشان ما تتوهش مني، ناس قدمت على وظيفه كنت محتاج حد يكتب لي مقالات في مجال معين، فكتير قال انا بعرف اكتب مقالات في المجال الفلاني، هو بيبين لي انه عارف انا عاوز ايه. في واحد وده اللي انا قابلته بالفعل وقال لي بالنص انا عارف انك محتاج المقالات تكون بالشكل الفلاني عشان لما تترجمها الفيديو على اليوتيوب تقدر تشد جمهورك الفلاني بالشكل ده، فتقدر توصل لمتابعين من الفئه دي. هنا هو اخد بوينت عندي انا ما اديتهاش لحد من اللي قدم كلهم تماما، وقلت في نفسي لو لقيت مهارته في الكتابه مساويه او حتى اقل حاجه بسيطه عن باقي المنافسين اللي هيعجبوني فانا هختار ده يشتغل معايا، وده لاني حسيت فعلا انه فاهم انا عاوز حد يكتب ليه، ايه الغرض النهائي للكتابه بتاعتي. ومن بعدها انا بقيت بتبع طريقته في كل حاجه، فبقيت بعد ما بصيغ ال 250 حرف بالطريقه اللي اتناقشنا فيها خلاص بروح داخل على المرحله الثانيه واللي هنا هنسميها انا فاهم انت عاوز تعمل الوظيفه دي ليه، مش بس ازاي، لان ازاي دي لا غبار عليها واكيد هتتكلم عنها انت وكل اللي بيقدم غيرك، بس قليل اللي هيتكلم انه فاهم الهدف النهائي للعميل. مثال تاني اكتر توضيح يا عم ومش حرمك من حاجه، انا طبيب بشري يعلم الحقيقه مكمل ولا لا، بس يعني خلينا نقول اني فاتح عياده وطلبت جرافيك ديزاينر يعمل لي تصميمات روشه كده للبيج بتاعتي، هلاقي كذا حد داخل يقول لي انا واقف اعمل ديزاينات عظيمه جدا وهكسر لك الدنيا يا باشا، بس قليل اللي هيبقى فاهم انه الحقيقه انا مش الهدف بتاعي الديزاين العظيم في حد ذاته، انا هدفي ان الديزاين ده يجيب لي مرضى يكشفوا عندي في العياده عشان اكسب في الاخر فلوس. لو لقيت حد قادر يوصل لي انه جرافيك ديزاينر وفاهم في المجال الطبي وسيكولوجيه المريض وشفى الله الجميع، وفاهم ايه هو الديزاين اللي العميل ده لما يشوفه هيتشد ويتفاعل معاه فيخليه يجي لي في الاخر يكشف عندي في العياده، هيبقى ده الشخص المثالي لي. فهنا انت وصلت للهدف النهائي ليه، يكسب فلوس، وبتبدا ترجع خطوه لورا لحد ما توصل لازاي انت كفريلانسر هتعمل ده. فانت كعميل هتكسب فلوس عن طريق انك تجيب مرضى اكتر، عن طريق انهم يشوفوا ديزاينات تجذبهم وتقنعهم، وعن طريق ان انت تجيبني انا تهاير مي وانا اللي اشتغل معاك وانا اللي هعمل لك البروسيس ديت لحد ما توصل للغرض النهائي بتاعك. كده الفقره الثانيه تمت بنجاح، وده كله انت ما اتكلمتش عن نفسك
الا، وركز في الا هنا لان لكل قاعده شواذها يا صديقي، وتصريح مهم جدا انا بخالف ترتيبي اللي انا حاطه في الفيديو دوت في احيان كتير جدا، بس هو يظل المبدا الاساسي ليا، وعلى حسب العميل وطبيعه شغله وطريقه كتابته الوظيفه بتاعته ببدا اشقلب البروزل بتاعي عشان اوظفه باحسن حاجه ممكنه طبقا للوظيفه ديت. فانا لو لقيت طبيب منزل وظيفه وعاوز حد يمسك له السوشيال ميديا بتاعته زي قناه اليوتيوب مثلا، ده انا بدخل له في اول سطر بقول له يا باشا انا طبيب على فكره زيك، انا بشتغل وعارف المجال ده كويس وبلا بلا بلا، انا طبيب وسايب المجال حاليا بس عندي نقطه قوه رهيبه جدا فيه، فانا اكتر حد فاهمك. فانا هنا شقلبت اللي انا بقوله ودخلت له دخله مختلفه بناء على اللي انا شفته حقيقي في البروبوزال بتاعي، فبالتالي كلامي بالمثل شقلبه والعب فيه براحتك، بس ركز على القواعد الاساسيه. دخلنا على الفقره الثالثه يا باشا، ودي حاليا هتبقى فقره استعراض العضلات. انت مين؟ او سيبك بقى من انت مين لان الحقيقي محدش مهتم، بس هم مهتمين بشغلك انت، فعرفهم انت شغلك ايه وايه اللي عملته شبهه. يعني انا الحمد لله واخد المركز الاول حاليا في مصر من كيوتيوب مانجر، والثالث في الوطن العربي، وصدقني ما بدخلش داخله ديت لان هو مش فارق معاه انا في الاخر انا مين وتقيل ازاي، فارق معاه انا هعمل له ايه. وهنا في الفقره دي هتستخدم كل حاجه ممكن تساعدك، وهنختلف هنا من واحد للتاني. فلو انت عندك اي ميزه تتميز بيها في الوظيفه دي مخصوص اعرضها، مفيش احسن من انك تبقى اشتغلت وظيفه شبيهه ليها ومعاك بورتفوليو قريب قوي للنتيجه اللي العميل ده عاوزها. وهيبقى مهم انك تعرض له من حاجه لثلاث حاجات في البورتفوليو بتاعك، مش اكتر من كده، ويا ريت ما تبقاش مش عارض حاجه خالص لان صعب جدا عميل يدخل يقبلك من غير ما يشوف شغلك. ومن فضلك ما تعتمدش انه باشا ما هو كده كده هيدخل الاكونت بتاعي وهيبص ويشوف البورتفوليو بتاعي، لان ده مش دايما بيحصل من العملاء. غير بقى ان معلومه على جنب، الحقيقه يا صاحبي انا اصلا شاكك فيك انك ظابط البورتفوليو بتاعك كويس، فممكن بعد ما تخلص الفيديو دوت تاخد لفه على فيديو ال 14 سر من اسرار اب وورك، وهيفرق معاك جدا لان شرحت فيه تفاصيل كتير هتفرق لما العميل ان شاء الله يدخل عندك على البروفايل. فهنا في الفقره دي هناخد العميل باننا اشتغلنا حاجه شبيهه ليه مع الشركه الفلانيه او العميل الفلاني، في حاله انك مسموح لك طبعا تشارك ده، وكان مطلوب كذا وعملنا كذا والنتيجه النهائيه كانت كذا، واهو تقدر تشوفها من هنا. وهيبقى مهم لو تبعت له لينك بسيط مش لحاجه مضطر يعمل لها داونلود، عشان كتير هيقلق من الداونلود ده الا لو شارح لهم بالفعل اللي لازم يعمل داونلود. وهيبقى حلو جدا ونقطه قويه جدا، وسجلها عندك عشان ما تعديهاش بسهوله كده، لان انا دايما بحاول استعملها. حاول توصل له انت عملت ايه مع العملاء الفلانيه اللي قبلك بلغه الارقام، يعني شوف اللي انت عملته فرق معاه في ايه وترجمه للغه ارقام وحطها في الجزء ده. مثلا عملت ديزاين لصفحه جابت ريتش لكام الف واحد، او مونتاج فيديو كان نسبه المشاهده فيه كام في الميه، فده معناه ان الناس ما كانتش بتزهق من الفيديو بتكمل تتفرج عليه لانه عاجبهم جدا والمونتاج بتاعك كان جامد تنين، وهكذا. وهيبقى مهم انك توصل له ده في 3 ل 4 سطور بحد اقصى، ولينك سريع البورتفوليو اللي بتوريه له للوظيفه المحدده دي بالظبط. من فضلك ما تجيبلوش اي حاجه مش مرتبطه باللي هو عاوزه عشان هو مش فارق معاه، وهتخليه زمزق منك بعد ما انت الحمد لله قطعت رحله في مرحله اقناعه. ويا سلام لو معاك تقييم واخده من عميل سابق ليك في الوظيفه اللي انت عارضها دي، فتاخد منها نص سطر كده اللي هو الجزء المهم وتبعته ليه وتقول له اهو دوت جزء اتقال عني في الريفيو الفلانيه لما عملته العميل وقال عني كذا. وفي طريقه كتير من الناجحين بيعملوها عموما، وهي انهم بيضيفوا في اخر البروبوزال بتاعهم حاجه بتقول here's what my client saying about me، وتكتب جمله بسيطه عنك هم بيقولوها بطريقه بسيطه ما تطولش كتير. وهنا هنحتاج نركز على حاجه مهمه جدا، هي مش دوري انا اني اشرحها للاسف، بس هي دورك انت. مهارتك الحقيقيه يا صديقي اللي بتشتغل بيها اللي هي السكيل الاساسيه لازم تقويها، ولازم تعمل بورتفوليو قوي وتتدرب على حاجه قويه في نوع الوظائف اللي انت بتقدم عليها. فلو بتقدم على انك تعمل اعلان ممول لعميل مثلا، محتاج يكون انت عندك اعلانات مموله قويه عملتها وتعرف تتباهى بيها، لان هيبقى حرام جدا توصل لمرحله اقناع كويسه الحمد لله بس للاسف شغلنا مش احسن حاجه، ودي هتخلي العميل ما يكملش معانا، وده امر مفروغ. النهايه اخر جزء في البروبوزال العظيم بتاعنا اللي احنا تعبنا فيه لحد الان، وده الجزء صدقني اللي العميل لو قرر انه يفتح البروبوزال عشان يقراه كامل، اول حاجه يقراها بعد الهوب بتاعتك، فهو هينط من الاول خالص وهيقرا الحكايه ديت لو لقاك انت عاملها. ودي لانك تفتكر القاعده اللي قلناها فوق معمول عليها دراسه كامله، وان الحكايه دي بتستفز العقل البشري انه لازم يقراها. قاعده البي اس بوست سكريبت، اول ملحوظه اللي بتضاف في اخر الكلام هيبقى مهم انك تكتبها في البروبوزال بتاعك، ولما تختم كلامك تحط بي اس وتقول ملحوظه تشده جدا وما يقدرش يعديها، ويقرر انه فعلا محتاج يرجع يقرا البروبوزال بتاعك بضمير تاني ويشوف الكلام معاك على ايه عشان تشتغلوا سوا باذن الله. فانا احيانا عند النهايه دي والقاعده دي بروح واسيب له نصيحه مجانيه ممكن تفرق معاه في قناته بعد ما بصيت عليها، واقول له ان دي لو عملتها صح هتفرق معاك جدا، ابقى متاكد فعلا انها من اقوى النصايح اللي هتفرق معاه لقناته هو لشخصه. بعدها اقول له اني موجود لو حابب ندردش اكتر ونحط بلان كامله، فممكن يبعت لي ونظبط دوت سوا. وده بيبقى سبب تاني عشان اقول له اني اهتميت بتفاصيل شغلانتك ورامي لك نصيحه قويه اهو ليك انت مخصوص بعد ما عملت سيرش عنك، وما دام عجبك في الاخر فالباقي لما نكمل شغل مع بعضنا هيعجبك اكتر باذن الله. الحمد لله يا صديقي، الحمد لله انت خلصت كتابه البروبوزال بتاعك وجاهز لانك تبعته للعميل بعد ما تعبت فيه. فقبل ما تبعته هيبقى حرام
انك تضيع التعب اللي احنا تعبنا فيه دوت لو عندك اخطاء املائيه او نحويه كجرامر في الكتابه بتاعتك، لان دي للاسف ممكن تقفل العميل منك. فانا دايما لما بخلص كتابه العرض بتاعي بروح راجع لبرنامج جرامرلي، وده برنامج لا غنى عنه لو بتكتب باللغه الانجليزيه في اي شات، وبينزل على البي سي وبينزل على اللاب والموبايل والتابلت، وبيمشي وراك كلمه كلمه، يقول لك لو عندك خطا لغوي هنا فتصححه، او خطا نحوي مثلا كجرامر، واخطاء كتير جدا انت ممكن تقع فيها سهوا اصلا، او لانها مش احسن حاجه في الانجليش. فالبرنامج هيضمن لك انك باذن الله ما تقعش في دوت. النسخه المجانيه بتاعته كافيه ووافيه جدا، ولو عاوز النسخه المدفوعه منه لمده شهر مجانا فهسيب لك طريقه تحت لده. ربنا يعلم هي مش افليت ولا دعايه ولا اي حاجه، وان اصلا الناس دي ولا تعرفني ولا يسمعوا عني قبل كده، وانا مش مستفيد منهم اي حاجه غير محاوله مساعدتك انت بس. فالبرنامج عظيم جدا 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 ولازم يكون عندك. طب يا عم سباحي، احنا وصلنا لاخر الفيديو، فين بقى العروض الحقيقيه بتاعتك اللي انت قلت هتاخدها لنا سكرين شوت وتورينا بجد، ولا هي طلعت اشتغاله في الاخر؟ لا يا صديقي والله مش اشتغاله، انا بس قلت لو خليتها في الفيديو ده فهيطول جدا جدا عن ما هو اصلا بالفعل طويل، فحبيت ان اصيغها كامله في مقال كامل على موقعنا، والمره بقى اعمل له هو دوت الدعايه عشان ربنا يعلم احنا بنحط فيه جهد وعلم عامل ازاي، واقول لك انك ممكن تروح تقرا المقال من اللينك اللي هسيبه لك في الديسكربشن باذن الله، لان المقال ده لما تقراه مع الفيديو ده هيفرق معاك جدا، هياخدك لمستوى تاني يخليك باذن الله جاهز انك فعلا تقدم على اي وظيفه تبع مجالك انت حاببها مهما كانت المنافسه عليها. ربنا يكرمك ويوفقك باذن الله، وشوف الموقع بتاعنا وخد لك في النهايه مفيش حاجه هتبسطني اكتر من الكومنت الجميل منك في رايك في المعلومات اللي في الفيديو ده، وهل فعلا فرقت معاك ومتحمس تجربها ولا لا، وهتلاقيني دايما معاك في رحلتك في عالم الفريلانس اللي كلنا بنتعلم فيها سوا من بعض. فربنا يوفقك يا صديقي. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم.